السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أخي الكريم، إن سعادتك تبدأ من داخلك، تبدأ عندما يعمل الإيمان قلبك. أما أن يقول كثير من الناس عندما يحلف كذا سوف أكون سعيدا، فأولئك هم الذين يبحثون عن السعادة في الجاه أو في المال أو في المنصب. إن مثل هؤلاء الناس في حقيقة الأمر يضيعون وقتهم، والسبب أن السعادة لا تأتي من الخارج، وعندما هي بداخلك وبنظرتك إلى الأمور من بداخل نفسك. كما قال الشاعر: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. فتمتع بالزهد ما دمت فيه، لا تخاف أن يزول حتى يزولا. أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. أسعدنا الله في إياكم في الدنيا والآخرة، آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم